تحت بند المسامح كريم الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور، أو كما يحلو جماهير الأهلي أن يطلقوا عليه إمام عاشور. نادي الزمالك جابه ونجمه، وقفوا على رجله وخلاه لاعب كورة، وخلاه من أهم اللعيبة في مركزه في مصر، بل ومنتخب مصر كمان. عاشور طلع علينا من كام شهر والدموع تسيل من عينيه إن هو عاوز ياخد فرصته وعاوز يحترف، وإن هو زملكاوي وبيموت في تراب 100 عقمة. إمام عاشور رجع من حوالي شهرين وهو مصاب، وعشان يتعالج، وتعالج فين؟ في نادي الزمالك. ونادي الزمالك فتح له أبوابه وكان بيتعالج فيه، عشان يجي بعد ما يتعالج يتعاقد مع الاهلي. واي حد متابع ب 2 جنيه في الكره المصريه كان عارف كويس قوي ان امام رايح للنادي الدنماركي وهيرجع الاهلي. الاهلي دايما اللي كل المسؤولين فيه كانوا دايما يكلمونا ويتغنوا بالقيم والمبادئ والاخلاق، لدرجه ان احنا حسينا ان الاهلي هياخد جايزه نوبل او الاوسكار في المثل والاخلاق، عشان يجي النهارده لاعب ما عداش ال 25 سنه يكشف كل الكلام ده ان هو بلح. انا عندي قيم وعندي مبادئ وعندي اخلاق، بس اسخرها في مصلحتي، اتغنى بيها قدام الناس احقاقا للحق. الاهلي عنده حق، اهم حاجه مصلحتي، اهم حاجه اهم حاجه انا وما بعد الطوفان. ومش مهم الكلام اللي انا بحاول بيه اقنع بيه الناس واحشي دماغهم ان انا عندي قيم واخلاق مش موجوده عند حد تاني. مش مهم رموز النادي، مش مهم الجماهير ورايهم، المهم انا ومصلحتي. اما اللاعب هو بيدور على مصلحته، مش مهم مع سين مع صاد، مش مهم ده صح، مهم ده غلط، مش مهم الناس اللي كبرتني وخلتني اقف على رجليا وبقى لاعب ليا قيمه. اهم حاجه الفلوس، وادوس على اي حاجه بعد كده. يا عزيزي الاهلاوي، اوعى تفتكر اللي حصل ده انتصار ليك. انت متخيل ان في لاعب ما تعداش ال 25 سنه وضحك عليك وضحك على ناديك وضحك على الجماهير؟ لاعب شتم الرموز وشتم الناس، بل وكمان ضرب كابتن من كباتن الفريق. انت متخيل هو عمل فيك ايه؟ وانت راح تشتريه النهارده وهتخليه فئه اولى. متهيالي انت اللي اتضحك عليه. ويا عزيز زملكاوي، النادي ما بيخلفش، النادي مالوش ولاد. النادي اللعيبه اللي بيجيبها عشان ياخدوا فلوس، ما يجيبهمش عشان هم اولاد النادي. اللعيبه بتيجي عشان الفلوس، وغير كده اي حد بيحاول يقنعك يبقى بيضحك عليك. اتعامل مع اللاعب كانه موظف بيجي ياخد فلوس ولازم يشتغل بيها، ما اشتغلش يطلع بره وتجيب احسن منه بفلوسك. ويبقى السؤال المهم اللي هتجاوب عنه الايام، لاعب نادي خده واحتضنه ووقفه على رجله وخلاله قيمه، وبعد كل ده رمى كل ده على جنب وراح للفريق المنافس اللي بالمناسبه اتوقف بسببهم 12 مباراه بسبب قله ادبه، والجماهير اللي اطلقت عليه بدل اسم راجل اسم بنت. تفتكر اللاعب ده هيصون النادي اللي اشتراه؟